هنا بقى حبيت اشارككم اجمل لحظة في حياتي واجمل يوم في حياتي. وطبعا اليوم ده اكيد كل بنت زيي عارفة ان اليوم ده ما يتعوضش ابدا. الفرح بتاعي ده كان في حبايب كتير وفي حبايب راحوا، ربنا يرحمهم يا رب. ايه رأيكم بقى؟ انا حبيت انزل لكم يعني ايه حاجة بسيطة بس كده من فرحي، فلو عجبكم الفيديو اكتبولي في الكومنتات وانا هنزل لكم الفرح بتاعي 3 اجزاء بالشقة اللي انا كنت قايله لكم عليها ان انا راحت مني دي. ده الجزء الرابع، فلو حابين ان انا انزل لكم فرحي كله. الفرح ما شاء الله 3 اجزاء كل جزء ساعة، فلو حابين ان انا انزل لكم الفرح اكتبولي في الكومنتات ضروري ضروري ضروري، واقسم بالله دي انا يوم فرحي. ايه رأيكم بقى في الزواق بتاعي؟ اكتبولي في الكومنتات وصلوا على الحبيب، قلبكم يطيب من صلى على الحبيب ظنه لا يخيب ابدا. ودي حاجة بسيطة بس كده انا هحطها لكم واشوف رأيكم في الكومنتات. لو موافقين هنزل لكم الفرح حالا. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وعلشان تتفرجوا على الفرح كامل. اقسم بالله فرحي في منتهى الروعة، بصراحة كان يوم في منتهى الجمال. دي ست الحبيبة يا حبيبة انتي. هنا بقى ابو مكة، طبعا انتوا عارفين ابو مكة ما بيعرفش يرقص، يعني ابو مكة ملوش في اي حاجة الصراحة. فانا على فكرة قصة كتير من الفرح، يعني قصة كام جزء كده لان طبعا في ناس مش حابة تظهر، يعني الناس اللي هم مش حابين يظهروا على الكاميرا فانا بحترم رأيهم، فاللي مش حابب عادي، بس ده مجرد فرح فاهمين. انا حبيت قصت منه كتير، يعني مفيش الا خالاتي، خوالي، ابو مكة، مفيش حد اللي اوقات بيظهروا معايا، بس مفيش حد اكتر من كده. وعلى فكرة فرحي فيه أطفال، يعني الأطفال اللي انتوا شايفينهم دول الوقت بقوا معريس ما شاء الله ربنا يحميهم، وعلى وش جواز دلوقتي. الفرح بتاعي ده يا جماعة بقاله النهاردة 11 سنة بالظبط. متنسوش تحطوا اللايك. باي.